السلام عليكم ورحمة الله. اليوم غادي نرد على هؤلاء الجهات اللي كيحرضوا المواطن العادي على خرجات مسيرة تضامنية مع فلسطين بحجة أن سفينة أمريكية متجهة إلى إسرائيل وهي ترسو في ميناء الدار البيضاء أو في ميناء طنجة. وأنا غادي نرد على هؤلاء الجهات اللي كتخرج المواطنين العاديين في خرجات مسيرات تضامنية من أجل الافتراء والكذب بصفتي بحار بيولوجي ولدي معلومات في الموضوع، وخاصة قانون دولي والقانون الوطني المغربي كيف يتم تنظيم السفن التجارية والأجنبية في الموانئ المغربية. سؤال: هل سفينة أمريكية متوجهة إلى إسرائيل هل تحتاج التوقف في ميناء الدار البيضاء أو ميناء طنجة؟ لو نفرض هذه السفينة الأمريكية متجهة إلى الشرق الأوسط فهي تمر من المياه الدولية في مضيق البوغاز. كيف ما كتعرفوا مضيق البوغاز كيخضع المعيار البعد المتساوي ما بين إسبانيا والمغرب، مقسمين المضيق البوغاز و5 الأميال ممر دولي ما هو لا لإسبانيا ولا للمغرب. ثم هذه السفينة تمر من المياه الدولية اللي هو ممر في مضيق البوغاز وتدخل في المياه الدولية في البحر الأبيض المتوسط وما يقدر حتى واحد يتعرض لها. فلماذا الضحك على الدقون والكذب على المواطن العادي وتقولوا بأن سفينة محملة ذخيرة وسوف تتوقف في ميناء طنجة أو في ميناء الدار البيضاء؟ بركة من الخزعبلات على المواطنين العاديين اللي لا يعرفون كعو من بعو. أولا، كيف يمكن التمييز بين التحركات التجارية العادية للسفن والمؤامرات السياسية المزعومة؟ ثانيا، كيف يمكن للمواطن العادي الوصول إلى معلومات موثوقة عن حركة السفن في الموانئ المغربية؟ ثالثا، كيف يمكن التحقق من صحة المعلومات المتعلقة بسفينة معينة في الموانئ المغربية؟ لكن المغرب عليه مؤامرة خارجية ضد نجاح البنية التحتية وخاصة ميناء طنجة، مع العلم أن موانئ أوروبا كلهم صبحوا كيتشكاو من ميناء طنجة. وهذه المؤامرات الخارجية بتعاون مع جهات داخلية خونة اللي كيحرضوا المواطنين العاديين بالكذب والافتراء وكيخرجوهم في مسيرات ضد التطبيع وضد سفن وهمية في ميناء الدار البيضاء وفي ميناء طنجة بالكذب والافتراء، مع العلم أن هذه الجهات الداخلية اللي كتحرض المواطن العادي هما في الحقيقة ضد المؤسسة الملكية، ولكن هما ما بخبارهمش بأن المؤسسة الملكية بالنسبة للشعب المغربي هي صمام الأمان في الأمن والاستقرار، لأن الشعب المغربي ما يقدرش يتخلى على المؤسسة الملكية لأنها هي الضامن الواحد للأمن والاستقرار. وما الذي يجب فعله بالنسبة للمواطن العادي؟ إذا شككت في نشاط مشبوه في أي سفينة يجب تبليغ السلطة المختصة كالدراك البحري الملكي أو الشرطة البحرية بأي دليل ملموس، وعدم نشر الاتهامات العشوائية على وسائل التواصل الاجتماعي لأن ذلك قد يعتبر تشهيرا أو تحريضا. وهذا يمكن المواطنين الوصول إلى معلومات موثوقة عن حركات السفن في الموانئ المغربية من خلال عدة قنوات رسمية وشفافة. وإليكم دليل عملي للتحقق من هذه المعلومات. أولا، المصادر الرسمية للمعلومات وهي وكالة الموانئ المغربية لاناب، والموقع الرسمي ديالها وهو www.anab.org.ma. وأخيرا، بعد النصائح إضافية: يجب تجنب الاعتماد على الشائعات والتحقق دائما من المصادر الرسمية قبل نشر أي معلومات، واستخدام تطبيقات التتبع مثل مارين ترافيك لمتابعة تحركات السفن بشكل مباشر. كما يجب التبليغ عن أي نشاط مشبوه عبر الاتصال بالدراك البحري الملكي عبر الرقم 177 المجاني أو الجمارك. وبإتباع هذه الخطوات يمكنك التأكد من صحة المعلومات المتعلقة بأي سفينة في الموانئ المغربية، وفي التالي أن المغرب أقوى من أي مؤامرة، ووحدته تبدأ من وعي مواطنه أولا وآخرا. وشكرا لكم على الإصغاء. عاش الوطن ملكا وشعبا، والسلام.